ما سهرت الليل من سبات جفا خلاني ساهره في واجب اللي واجبه مصخبه يا مباسم ينتهي ويقول يا الدفاني كان في راسي قنابل لن تغى تدويبه ما سهرت الليل من سبة جفا خلاني ساهرة في واجب اللي واجبه مصخبه يا مباسم ينتخي ويقول يا الدفاني كان في راسي قنابل لن تغى تدويبه شاش راسي للعزاوي والشعر سراني لين جيت الخايع اللي ما اسمع الا ذيبه ويوم يجرع واهقى وقته بلحن ثاني واستخرت اللي يصوغ اللحن ويغنبه والبدايه مرحبا حيا الله الضيفاني عند من يكرم ضيوفه والعرب تدريبه عند ابن حمد علي وعياله الشجعاني الشيوخ اهل الحميه والسطر والهيبه وهل حيا الله الضيوف ولا شناهم شاني عندهم يا ضيف تلقى الكيف والترحيبه ارحب ارحب الدلال اللي به الخلاني باقي جمر السمر والجمر احتساله طيبه والعشاء مفرود ولا من عيال الضاني كل غالي تنزل للسوق الغلا والجيبه اساسهم طيب وظفر من سابق الازمان وترفع البيضه لهم شبابهم والشيبه احتمل يعتدي في ساحه الميدان واهل ما قد معتبر ما فيه شك وريبه من ندالط العدا حمايه الميدان بالكلاش كوف ابو عطا وابو تخشيبه وقبل تصنيع الكلاش وفندق الروماني بالسيوف الحد بتغسل الطلب والجيبه والله اكبر لا تطرق الفعل جداني والله اكبر واسمنا الاول على ترتيبه ما يغيرها الزمان شان ولا زاني اسمنا دولة فخر على الخصوم مصيبه وكيف مطلق وافتخر وانا من الهذلان من يعاند عسكر البارود لا وشيبه والله نجدنا من جدنا العدناني ولين هذا اليوم حنا مجدنا مريبه والعرب كلهم بطيبه والكريم معاني والصلاه على الرسول اللي سكن في طيبه ما سهرت الليل من سبة جفا خلاني ساهرة في واجب اللي واجبه مصخبه يا مباسم ينتخي ويقول يا الدفاني كان في راسي قنابل لن تغى تذويبه شاش راسي للعزاوي والشعر سراني لين جيت الخايع اللي ما اسمع الا ذيبه ويوم يجرع واهقى وقته بلحن ثاني واستخرت اللي يصوغ اللحن ويغنبه والبدايه مرحبا حيا الله الضيفاني عند من يكرم ضيوفه والعرب تدريبه عند ابن حمد علي وعياله الشجعاني الشيوخ اهل الحميه والسطر والهيبه وهل حيا الله الضيوف ولا شناهم شاني عندهم يا ضيف تلقى الكيف والترحيبه ارحب ارحب الدلال اللي به الخلاني باقي جمر السمر والجمر احتساله طيبه والعشاء مفرود ولا من عيال الضاني كل غالي تنزل للسوق الغلا والجيبه اساسهم طيب وظفر من سابق الازمان وترفع البيضه لهم شبابهم والشيبه احتمل يعتدي في ساحه الميدان واهل ما قد معتبر ما فيه شك وريبه من ندالط العدا حمايه الميدان بالكلاش كوف ابو عطا وابو تخشيبه وقبل تصنيع الكلاش